باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنعمة ربنا هتكلم معاكم على كام حكاية كده، والثلاث حكايات دول عنوانهم عنوان واحد اسمه الميزان المقلوب. أول حكاية كانت حوالي من 15 سنة. جالي واحد معرفوش وقال لي: يا ابونا، انا سمعتك قبل كده وانت ربنا مديلك، وابتدى يقول شوية كلام كده يعني من اللي هو ايه مديح ملوش لازمة، لكن هو قال كده، قال: يا ابونا انت عندك قدرة على الاقناع، ففي واحد يا ابونا عايز اجيبهولك. الواحد ده قريبي بالجسد، هو ما كانش ابنه بس ابن حد من الناس الاقربين الى قلبه. وقال لي: الانسان ده عاوزك تعقله. قلت له: خير، هو عمل ايه؟ قال لي: تتصور ان هو عامل ماجستير وهو متفوق جدا، واخد الماجستير عنده 24 سنة، وبيعمل الدكتوراه، وابوه غني جدا صاحب محلات تجارية، وهو يعني ليه اخوات بنات، وكل حاجة ابوه عاوز يكتبها باسمه، لكن هو عاوز يسيب كل ده ويروح يترهبن. فانا قلت له: هو انت شايف كده ان هو محتاج حد يعقله؟ قال: انا شايف ان هو مجنون، وكل اللي بطلبه منك احنا ما عندناش مانع ان هو يعبد ربنا، نعمل له اوضة، نبنيله كنيسة في العمارة بتاعت ابوه، لكن انه يترهبن ويسيب كل ده لا، ده جنان بعينه. الحقيقة اهو ده ميزان مقلوب. هو النهاردة الانسان اللي عاوز يسيب كل حاجة ويتبع المسيح بكل قلبه ويديله كل وقته عشان يتمتع معاه في خلوة دائمة، يتكلم معاه طول النهار ويعمل اعمال يدوية ويعيش حياة بسيطة بلا تعظم معيشة، ده النهاردة بقى مجنون. الحقيقة التهمة دي اتقالت عن المسيح نفسه. علشان كده خلي بالكم ان كل اللي عاوزين يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، لان العالم ليه منطق مختلف تمام عن منطق المسيح. مين ده اللي يقبل باب ضيق؟ مين ده اللي يقبل انه يشيل صليب؟ مين ده اللي يقبل انه يسيب كل حاجة علشان يتكرس للمسيح، سواء في صورة كاهن او في صورة راهب او في صورة مكرسة؟ الناس كتيرة قوي بتعتبر ان ده جنان. مش بقول لكم ان الميزان بقى مقلوب؟ نكمل بكرة بنعمة ربنا. صباح الخير.